السلام عليكم ورحمة الله. زملاء المستقبل القريب جدا إن شاء الله، باشمهندسين وباشمهندسات المستقبل القريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله ودلوقتي ميعادنا مع النموذج الاسترشادي الثاني يا صديقي، النموذج الاسترشادي الثاني اللي إن شاء الله هيكون أفضل بالنسبة لك من النموذج الأول، نظرا إن ايديك مشيت في حل الامتحانات، وده اللي إحنا بنناشد بيه. إنك لازم تاخد بالك يا صديقي إنك مش لازم مع أول امتحان تحله تحس إن مستواك 100%. لا طبعا، قلنا دايما او بنقول دايما ان مستواك في الامتحان الثالث غير الاول، مستواك في الامتحان الخامس غير الاول والثاني والثالث والرابع. هتحس بتطور كبير جدا لما توصل للسابع، هتحس انك ولا اروع ولا اجمل ولا اعظم ولا افخم ولا احلى في النموذج العاشر ان شاء الله تعالى. والجمال كله والحلويات كلها والطعامه كلها لما توصل ان شاء الله انك تكون حليت بايديك اكتر من 40 امتحان ان شاء الله في نهايه المرحله الثانيه او المرحله الثالثه بقى من مراحل المراجعه ان شاء الله تعالى. يلا بينا يا صديقي ما نطولش على بعض ونبدا في النموذج الثاني. بسم الله توكلنا على الله، يلا بينا نشوف. السؤال الاول يا صديقي بيقول اذا كان عين واحد معاك اهي وعين اتنين معاك اهي، انا عايز عين واحد زائد عين اتنين. ده سؤال او في السعه الاساسيه للعين واحد زائد عين اتنين. ده سؤال بيرجع معاك وبيقول لك الحنين للماضي. يلا كده نحن للماضي مع بعض. ازاي اجمعهم اصلا؟ بجمع الحقيقي مع الحقيقي يبقى سالب واحد، والتخيلي مع التخيلي يبقى سالب جذر 3 ت. انا عايز السعه، عايز السعه. قدامك طريقتين، فين الاله الحاسبه؟ ادي الاله الحاسبه. يا اما حضرتك تمسك الاله وتخليها لي مود كومبلكس يعني مود 2 وتدخل ده على الاله سالب 1 ناقص جذر 3 اي، ثم ادوس يساوي، ثم ادوس على الاله شيفت 2 3 يساوي. تطلع معاك اللام على طول ب2 والسيتا بسالب 120. طبعا سالب 120 لما اجي احولها اضرب في باي على 180 تطلع مع حضرتك سالب 2 باي على 3. سالب 2 باي على 3 اللي هي الاجابه د. السؤال اللي بعديه الحد الخالي من س. قلنا يا باشمهندسين اسال ابنك، قلنا الالف الأس بتاع الحد الأولاني نص، ب الأس بتاع الحد التاني سالب 1، ن ب60، كاف بصفر، ر بتساوي ألف ن ناقص كاف على ألف ناقص ب. ألف ن ناقص كاف على ألف ناقص ب. ألف نص النون 60 ناقص صفر على ألف نص ناقص الب سالب 1، ودي سالب يعني موجب 1، تطلع 30 على 1 ونص. 30 على 1 ونص تطلع مع حضرتك 20. يبقى الحد الكام اللي فيه او قيمة الحد الخالي من س؟ الحد الخالي من س هو الحد ال21. يلا نحسب الحد ال21 مع بعض. ن ق ر 60 ق 20، التاني أس ر، الأول ده ناقص ده. طبعا الراجل قال لك معامل أو قيمة الحد الخالي من س يعني ما فيش س، يعني ده بواحد خلاص وده بواحد يا فندم، تطلع 60 ق 20. تطلع الإجابة طبعا ج. خبيثة دي، الحاجات اللي زي كده خبيثة، اللي هي كل ما سبق، اللي هي ما فيش إجابة صحيحة ولا حد من ذلك كده. عندنا في الكليه اسمها نن، كنا نخرج من اللجنه في الكليه كل الاسئله فيها حاجه اسمها نن، يعني ولا شيء مما سبق ولا شيء مما سبق. طبعا اللي بيحل غلط بيطلع كل الاجابات نن، فيحس ان هو خارج من الامتحان حلل كله نن، فان شاء الله ما يجيلكش حاجه زي كده في الامتحان. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لك الف ب ج مثلث فيه الف معاك ب معاك ج معاك اذا كانت د منتصف الف ج. انا عايز ب د. فاول حاجه لازم اجيبها في السؤال ده يا باشا د اللي هي منتصف ب ج. يلا نجيب د منتصف ا ج، يبقى مجموع السينات على الاثنين مجموع الصادات على الاثنين مجموع العين على الاثنين. ادي الالف وادي الجيم. 1 و5، 1 زائد 5 على الاثنين، 3 و7 على الاثنين، 3 زائد 7 على الاثنين، و3 زائد 1 على الاثنين. دي 3 ودي 5 ودي 2. دي الدال. انا عايز معيار الب د.
يلا نجيب ب د. ب د د ناقص ب. د ناقص ب. فين الدال؟ ادي الدال 3 و5 و2 ناقص الب. الب 0 و1 و2. 3 ناقص 0 3. 5 ناقص 1 4. 2 ناقص 2 0. يلا نجيب معيار الب د. جذر س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع. تطلع مع حضرتك 5. تطلع الإجابة 5 5 5 5. السؤال اللي بعديه بيقول لك أنا عايز د ص د س. طب ما تيجي نفصل الصاد لوحدها في طرف. فأقول يبقى الصاد أنا هقسم على دول الناحية التانية. 3 ه تربيع على 2 ه أس س. 3 على 2 ه تربيع ه أس سالب س. يلا نشتقها. د ص د س. طبعا يا باشمهندس يا محترم ويا باشمهندسه ويا استاذه لازم تاخد بالك ان ده رقم. فلما باجي اشتق نزل الاس. نزل الاس واطرح منه واحد. لا غلط طبعا، دي داله اسيه. فقلنا الرقم بيفضل زي ما هو يا باشمهندس، ما تسرحش مني. الرقم بيفضل زي ما هو والداله الاسيه تنزل زي ما هي في مشتقه الاس. الرقم مالكش دعوه بيه، الداله الاسيه تنزل زي ما هي في مشتقه الاس. هل واخد بال سياده معاليك ان ده المنظر ده هو صد؟ صد في سالب واحد بسالب صاد. يبقى الاجابه ج، مش محتاجه تفكير. اهو اشتقيت ده رقم، دي داله اسيه تنزل زي ما هي في مشتقه الاس. تبقى سالب واحد في صاد، اصل ده كله صاد. اللي بعده يا باشا تكامل واحد زائد ظ تربيع في جتا تربيع. طبعا حضرتك المفروض تكون واخد بالك من قوانين حساب المثلثات كويس جدا، وتقول لي واحد زائد ظ تربيع ق تربيع. فده ق تربيع في جتا تربيع، ق تربيع في جتا تربيع بواحد. تكامل الواحد ده س، تكامل الواحد س وانت مغمض. سؤال بسيط جدا جدا جدا، لان ق تربيع في جتا تربيع بواحد. بص بقى يا برنس للسؤال ده، بيقول لك قياس الزاويه بين المستقيم ده والمستوى ده. المستقيم ده قلنا في النموذج الاسترشادي الاول، النموذج اللي فات، لما تعوز تجيب الزاويه بين المستقيم والمستوى لازم تجيب الهي بتاعت المستقيم اللي هي 9 و4 وسالب 2، والنون بتاعت المستوى اللي هي 3 و4 و5. وقلنا مع بعض النموذج اللي فات يا شباب ان لو انا عايز الزاويه بين المستوى والمستقيم اهي، هي دي الزاويه بين المستقيم والمستوى. فبالتالي بقول له جا سيتا، ما بقولش جتا، بقول جا سيتا نون دوت ه، يعني ده دوت ده 9 و4 وسالب 2 دوت 3 و4 و5 على معيار جذر. معيار اله جذر 9 تربيع زائد 4 تربيع زائد سالب 2 تربيع، جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع زائد 5 تربيع. يلا 9 في 3 ب27، 4 في 4 ب16 ناقص 10. طب ده جذر 9 تربيع زائد 4 تربيع زائد سالب 2 تربيع، تطلع معاك جذر 101 في جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع زائد 5 تربيع، تطلع جذر 50. وهم مدخلها على الآلة شيفت ساين 27 زائد 16 ناقص 10 على جذر 101 في جذر 50. واخرج واعمل كده، تقفل القوس ده، تطلع معاك تقريبا 28 درجة. هي هتطلع 27 وكسور اللي هي تقريبا 28 درجة. معامل الحد الخامس حسب قوى س التصاعدية. الكلمة دي مهمة جدا. هل هنا قوى س تصاعدية؟ كانت س أس 0 بقت س أس 1، فبالتالي مظبوطة. أنا عايز معامل الحد الخامس. يلا نجيب الحد الخامس. ح 5 ن ق ر 10 ق 4 التاني أس ر في الأول ده ناقص ده، وأنا عايز معامل فعوض عن السين بواحد. عوض عن السين بواحد تبقى 10 ق 4 في 2 أس 4 طبعا ب 16، يبقى 16 في 10 ق 4. 16
في 10 ك 4. السؤال اللي قدامك ده اذا كان د س تكامل اللي قدامك ده وده الباي بيساوي 2 باي، انا عايز د سالب باي. طب د س بتساوي تكامل اللي قدام حضرتك ده، تكامل الواحد بس تكامل الجتا جا، وانزل نفس الزاويه على معامل السين طبعا زائد الثابت. قال لك ده الباي ب 2 باي، يعني لما السين بباي الصاد ب 2 باي، يبقى ده 2 باي وده باي نص جا 2 باي. طبعا جا 2 باي، 2 في باي 2 في 180 360، وجا 360 بصفر. ودي ده بعكس الاشاره يبقى 2 باي ناقص باي بيساوي الثابت، يعني الثابت بباي، فيبقى ده س بتساوي س زائد نص جا 2 س زائد باي اللي هو الثابت. انا عايز د سالب باي، يبقى د سالب باي، عوض عن السين بسالب باي، سالب باي جا 2 في سالب باي، يعني جا 2 في سالب 180 يعني سالب 360، وجا سالب 360 بصفر، زائد باي سالب باي زائد باي بصفر، وكده باي يلا يا شباب صفر، كده الاجابه تطلع معاك بصفر، د سالب باي بصفر. السؤال التاسع، حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقه ديت والمستقيمين دول. طبعا حضرتك المفروض طبعا عارف كويس جدا ان ص بيساوي جذر س بتترسم كده، فانا عايز من اول السين بصفر اللي هو محور الصادات والسين بواحد، فانا عايز الحجم، اقول له الحجم باي تكامل محدد من صفر لواحد صاد تربيع، لما ربع الصاد يديني س، صاد تربيع ده س، ربع الصاد طبعا يديك س. يلا يا عالمي اعمل دي على الآلة، تكامل محدد للإكس طبعا من صفر لحد واحد، تطلع معاك نص باي، نص باي، الإجابة نص باي. السؤال اللي بعده يا عالمي، إذا كانت د س 6 لوغاريتم س تربيع زائد 8 الأساس 6، فإن النقطة صغرى محلية وعظمى محلية وانقلاب. إحنا الكلام بتاع صغرى محلية وعظمى محلية ده كنا بنعمل إيه؟ أيوه سمعني. كنا بنجيب المشتقة الأولى ونسويها بصفر عشان أجيب النقاط الحرجة، والنقطة الحرجة يا إما تبقى حرجة بس، يا إما تبقى حرجة عظمى محلية، يا إما حرجة صغرى محلية. تعال نشوف، بس قبل ما نعمل أي حاجة، واخد بال سيادة معاليك إن الدور الأول بيساوي الدور الثاني، فالناتج الدور الثالث يا عالمي. والله العظيم، والله العظيم لو الدور الأول بيساوي الدور الثاني الناتج الدور الثالث، فده هو ده والناتج هو ده. يلا نجيب المشتقة الأولى، د شرطة س 2 س، سويها بصفر يبقى 2 س بصفر، هتطلع السين بصفر. إذا السين بصفر دي نقطة حرجة، فهنعمل إيه يا مستر؟ هنروح نبحث إشارة المشتقة، أقول له لما السين بصفر المشتقة بصفر، خد رقم أكبر من الصفر عوض بيه في المشتقة، هيطلع معاك موجب، ورقم أصغر من الصفر هيطلع سالب. إذا دي تناقصية ثم تزايدية، يبقى عند الصفر نقطة حرجة صغرى محلية، صغرى محلية، فدي غلط. وطبعا دي كمان غلط ليه؟ أصل أنا لما أجيب المشتقة الثانية هتطلع معاك باتنين، فهنا المشتقة الثانية موجبة، فالطبق مليان، الطبق مليان، الطبق مليان، يبقى عامل كده محدبة الأسفل لا يوجد نقطة انقلاب. فبالتالي أنا عايز أعرف بصفر ولا ب8 الصاد، بصفر ولا بستة ولا ب8، يعني اختار صفر و8 ولا صفر و6. خد الصفر عوض بيه في الدالة، صفر زائد 8 ب8، فأقول له يبقى ال8 أو صفر و8 صغرى محلية. خدت الصفر عوضت بيه فين؟ في الدالة. يبقى لما تيجي تبحث إشارة المشتقة بعوض في المشتقة، لما تيجي تجيب النقطة عوض في الدالة. كده نص الامتحان خلص. إذا كان المستقيم عمودي على المستقيم، مستقيم عمودي على المستقيم، يبقى ه واحد دوت ه 2 بيساوي صفر. دي هتجيلك في الامتحان، دي بلا شك وبلا نزاع وبلا نقاش وبلا جدال هتبقى عندك في الامتحان إن شاء الله.
حاجه عموديه على حاجه. لما يجي يقول لك مستقيم عمودي على مستقيم يبقى ه دوت ه بصفر. طب يقول لك مثلا مستقيم يوازي مستوى يبقى ه دوت ن بصفر. قلنا لو مستوى وادي مستقيم بيوازيه يبقى النون بتاعت المستوى عموديه على اله بتاعت المستقيم، يبقى حاصل ضربهم القياسي بصفر. فهنا اله واحد عباره عن المقام على معامل س، المقام على معامل ص، المقام على معامل ع. طب وهي 2 المقام على معامل س، المقام على معامل ص، المقام على معامل ع. يبقى حاصل ضربهم القياسي بصفر. اقول له هي 1 دوت هي 2 بيساوي صفر. اضرب يلا سالب 8 في 2 بسالب 16 و5 في كاف ب5 كاف و2 في م ب2 م. كل هذا الكلام العظيم بصفر. ودي السالب 16 بعكس الاشاره يطلع معاك اللي انا عايزه اصلا. يطلع معاك الاجابه 16. اذا كانت الداله اللي قدامك ديت بالمنظر ده، دي قاعده الداله لما السين تكون اصغر من الاثنين، ودي قاعده الداله لما السين تكون اكبر من او يساوي الاثنين. قال لي انا عايز تكامل محدد من 0 ل 6. عندك مشكله لو انا قسمت التكامل المحدد ده من 0 ل 2 ومن 2 ل 6؟ لا والله يا مستر مفيش اي مشكله، يمكن تجزيء التكامل المحدد. خلاص لو انت من 0 ل 2 يعني اصغر من الاثنين عوض هنا، ولو انت من 2 ل 6 يعني اكبر من الاثنين عوض هنا. يلا من 0 ل 2 تكامل محدد اكس تربيع زائد 4 من 0 ل 2. اللي قدام سيادة معاليك دي 32 على 3. طب دي تكامل محدد 30 ناقص 11 اكس من 2 ل 6 تطلع مع حضرتك سالب 56. يبقى سالب 56 سالب 56 زائد 32 على 3 اهي ناقص 56 تطلع سالب 136 على 3 اهي. إذا كان الخط المستقيم يوازي المستوى، قلنا لسه قايلينها حالا والله لسه قايلينها حالا. لو أنت عندك مستوى وعندك مستقيم بيوازيه يبقى النون بتاعت المستوى عمودية على الخط المستقيم. أنا عندي النون بتاعت المستوى اهي وادي المستقيم اللي بيوازيه، فالنون عمودية على اله. النون عمودية على اله. اله عبارة عن 1 على 1 ب1، 2 على 1 ب2، 1 على 1 ب1. أما النون 1 و2 وألف، 1 و2 وألف. المعاملات لسه قايلين ضربهم القياسي بصفر، يعني ده في ده 1 في 1 ب1، 2 في 2 ب4، 1 في م بم، كل ده بصفر. يبقى 5 زائد م بصفر، يبقى الميم بسالب 5. اختار الميم بسالب 5 يا أسطورة. 14 معادلة الخط المستقيم الأولاني أهي دي نقطة ودي ه 1، ومعادلة الخط المستقيم الثاني أهي دي نقطة ودي ه 2. أنا عايز معادلة المستوى الذي يحتويهما. معادلة المستوى الذي يحتويهما. قلنا قبل ذلك أن معادلة المستوى تحتاج منك نقطة ونون. نقطة على المستوى أو بداخل المستوى ونون متجه عمودي على المستوى. فبالتالي إذا أردت النقطة التي تقع على المستوى عندك نقطتين أو عندك نقطتان بقى. عندك نقطتين دي ودي. أخد أي واحدة يا مستر؟ أي واحدة. الاتنين داخل المستوى فالاتنين تمام. فاضل لك النون. النون عبارة عن ده ضرب اتجاهي ده. قلنا إن النون عبارة عن اله 1 ضرب اتجاهي ه 2. ويا مستر إزاي أضرب ضرب اتجاهي؟ كنا بنعمل كده يا صديقي. أقول له س صاد عين ه 1 سالب 2 1 و3 سالب 2 1 و3 ه 2 2 وسالب 1 2 وسالب 1 وسالب 3 قوس جنبه س ناقص قوس جنبه صاد زائد قوس جنبه عين.
يلا يا صديقي العزيز، شيل الصف، شيل العمود. 1 في -3 بسالب 3 ناقص 3 في -1 بسالب 3، ودي سالب يعني موجب 3. شيل الصف، شيل العمود. ده في ده ب6 ناقص ده في ده ب6 اللي بعديه. شيل الصف، شيل العمود. ده في ده ب2 ناقص 1 في 2 ب2. إذا ده بصفر يا برنس، الله أكبر. وده بصفر يا أسطورة، الله أكبر. وده بصفر يا عالمي، الله أكبر. يا نهار أبيض، ده النون يا مستر بصفر وصفر وصفر. أنت واخد بالك؟ واخد بالي من إيه؟ واخد بال سيادة معاليك إنك ما استفدتش حاجة من اللي أنت عملته؟ وده معناه إيه؟ هذا معناه إن حضرتك المفروض إنك تاخد بالك إن المستقيمين دول بيوازوا بعض. وبعدين انا عايز متجه اتجاه عمودي عليهم هما الاثنين. يعني متجه اتجاه يكون حاصل الضرب القياسي بين النون والهي بصفر. اصل انا ما استفدتش حاجه، جبت النون طلعت بصفر وصفر وصفر. ايه ده؟ ده معناه ايه ده؟ ده معناه يا برنس ان هما بيوازوا بعض، وبالفعل هما بيوازوا بعض، لان ده على ده بيساوي ده على ده بيساوي ده على ده. مين في الاختيارات؟ مين في الاختيارات النون بتاعته لما اضربها في ه بتاعت اي واحد فيهم يديني صفر؟ طب هو ده النون بتاعته كام وكام وكام؟ 1 و1 و1. هل لما اضرب ده في ده او ده في ده يديك صفر؟ تعال نشوف. 1 في 2 ب2، 1 في -1 بسالب 1، يبقى 2 وسالب 1، 1 في -3 بسالب 3. هل ده بصفر؟ لا والله مش بصفر، اذا ده غلط. طب هنا النون بتاعت ده 2 و1 و1. طب 2 في 2 ب4، 1 في -1 بسالب 1، 1 في -3 بسالب 3. هل ده بصفر؟ والله. فده ممكن ينفع، فده تمام، ده بصفر احتياطيا برضو كده يا مستر. تعال نجرب ده كمان، او كأنك ما جربتش ده. النون بتاعت ده بكام وكام وكام؟ 1 و2 و1. 1 في 2 ب2 -2 -3، مش بصفر. طب النون بتاعت ده 1 و1 و2، 1 في 2 و1 في -1 و2 في -3 برضه مش بصفر. الوحيد اللي صح اهو، الوحيد اللي صح اهو. ده الوحيد اللي النون بتاعته لما تضربها ضرب قياسي في ه بتاعت المستقيم الاول او المستقيم الثاني هيديك صفر، لان عندنا قاعده بتقول نون دوت ه بصفر. نون دوت ه بصفر. فبالتالي ايها الصديق العزيز الجميل، ان حضرتك لما تجيب النون بتاع ده وتجيب الهي بتاع ده او ده تضربهم ضرب قياسي هيطلع معاك صفر، اما الباقي لا. فبالتالي الاجابه الصحيحه هي ج. اذا كانت س جت 2 عين، سجل عند ده، مهم مهم وبيجي كتير، مهم وبيجي كتير. س داله في عين، اقول له يبقى د س د عين. مشتقة الجا جتا، ونزل نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. د صاد د عين. مشتقة الجتا سالب جا، ونزل نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. طب أنا عايز د صاد د س، د صاد د س اللي هي د صاد د عين د س د عين، د صاد د عين اللي هي -2 جا 2 عين، د س د عين 2 جتا 2 عين. ده هيتجمع ده يبقى سالب ظا 2 عين. بس انا يا صديقي العزيز مش عايز المشتقة الأولى، أنا عايز المشتقة الثانية. د 2 صاد د س 2 اشتق ده سالب مشتقة الظا ق تربيع، ونزل نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. ولو سبتها كده غلطان، غلطان يا أخي والله العظيم غلطان. د 2 صاد د س 2 اشتق، وبعد ما تشتق تضرب في مين؟ د عين د س. د الرمز ده، د الرمز ده يبقى 2 ق تربيع 2 عين في
دال عين دال سين، دال عين دال سين، اللي هي 1/2 جتا 2 عين. ثم بعد ذلك قال لي عوض عن العين ب90 درجة. يبقى 2 ق تربيع 2 في 90 ب180. اتنين في 90 ب180. أيها الأخ الغالي، أيها الأخ الحبيب، القا مقلوب الجتا، والجتا 180 بسالب 1، بس لما ربعها بموجب 1، 2 في 1 ب2، فالاتنين هتطير مع الاتنين. الجتا 180 بسالب 1. أيها الأخ العزيز، الإجابة ستكون سالب 1. السؤال رقم 16 الامتحان مش عايز يخلص ده. إذا كان د س أهي، فإن القيمة الصغرى المطلقة، قلنا قبل ذلك إن لو عندك مقياس بنعيد تعريف المقياس، فبقول له د س ناقص 4 يا إما في س يا إما في سالب س. إمتى موجب؟ لما السين تكون أكبر من أو بتساوي الصفر. إمتى سالب؟ لو السين أصغر من الصفر. أنا عايز تكامل محدد من 1 ل4. من 1 ل4 يعني أكبر من الصفر، يعني هشتغل على القصة دي. فأقول له يبقى د س بالنسبة لي عبارة عن س تربيع ناقص 4 س. دي الدالة بالنسبة لي عشان الفترة دي تقع داخل المجال ده، فهاخد القاعدة دي. أصل من 1 ل4 يعني أكبر من الصفر، فهاخد دي. عايز القيمة الصغرى المطلقة، يلا نجيب د شرطة س. د شرطة س 2 س ناقص 4 سويها لي بصفر، وهات لي السين تطلع السين ب2. هل الاتنين داخل المجال؟ داخل المجال، فبجيب د بداية الفترة ود 2 ود نهاية الفترة. د 1 عوض عن السين ب1، عوض هنا 1 تربيع ناقص 4. د 2 عوض هنا 2 تربيع ناقص 4 في 2، 2 تربيع ب4، 4 ناقص 8 بسالب 4. ده 4 تربيع ب 16، 16 ناقص 16 بصفر. انت عايز ايه؟ القيمة الصغرى المطلقة، اقول له سالب 4. في مفكوك حسب قوى س التصاعدية زي ما هو واضح، معامل الحد الثالث بيساوي 180. يلا نجيب الحد الثالث. الحد الثالث يا برنس هانت اهو، باقي 4 أسئلة. الحد الثالث ن ق ر، الثاني أس ر، الأول ده ناقص ده. بس هو عايز معامل، يعني السين بكام؟ السين ب1، 1 أس 8 بكام؟ ب1. يبقى المعامل 10 ق 2 ج تربيع. وقال لك المعامل بكام؟ ب180. طبعا 10 شفت على 2 تطلع 45. 45 ج تربيع ب180. اقسم على 45 تطلع 4، يعني الجيم كام؟ موجب وسالب 2. 18 يا أسطورة، 18 يا عالمي، 18 في الحتة اللي صوتنا اتنبح فيها أكتر من 23 مرة، ودي المرة 24. هنا عند حضرتك بيقول لحضرتك إن الشكل الذي أمامك بيعبر عن د شرطة س المشتقة الأولى. ولقد قلنا قبل ذلك أن إذا كان الشكل يعبر عن المشتقة الأولى فبنرسم خطين، خط للمشتقة الأولى وخط للمشتقة الثانية. وقلنا ما دام الشكل بيعبر عن المشتقة الأولى فبرسم خط للمشتقة الأولى وخط للمشتقة الثانية. خط بتاع المشتقة الأولى طول ما هو فوق محور السينات يعني الحد الواحد فهو موجب، أما طول ما هو تحت يعني من 1 ل 3 فهو سالب، ثم بقى فوق فبقى موجب. إذا الدالة تزايدية ثم تناقصية ثم تزايدية. وقلنا طول ما هو بيتناقص يبقى المشتقة الثانية سالبة، بيتناقص لحد الاثنين وبعد كده بيتزايد. فبالتالي طالما الطبق فاضي يبقى الطبق فاضي، يبقى محدب لأعلى.
الطبق فاضي يعني محدب لأعلى، الطبق مليان يعني محدب لأسفل. هو عايز يعرف محدب لأعلى عندما السين من كام لكام؟ أقول له من سالب ما لا نهاية لاتنين. أقول له من سالب ما لا نهاية لاتنين. يبقى خد بالك يا صديقي لما يجيب لك رسمة عن المشتقة الأولى ترسم خطين، خط للمشتقة الأولى وخط للمشتقة الثانية. ده لو هو فوق حط إشارة موجبة، لو هو تحت حط إشارة سالبة. وخط المشتقة الثانية لو هو بيتناقص يبقى سالب، ولو هو بيتزايد يبقى موجب. طب لو جاب لك رسمة المشتقة الثانية، لو جاب لي رسمة المشتقة الثانية هرسم خط واحد. لو هو فوق يبقى موجب، لو هو تحت محور السينات يبقى سالب. الأسئلة المقالية زي ما حضرتك شايف بيقول لحضرتك إن اللي قدام سيادة معاليك ده عدد، عين دي بتساوي ده أس نون. ما تيجي نجيب عين دي نجيب لها المقياس والساعة ازاي؟ أقول له يلا نجيب المقياس، مقياس العين. تعالى بس نسمي دي كده اللي جوه ده إيه؟ ما نسموش ده عين بقى. مش وقتك، مش وقتك أيتها الشاشة العظيمة الجميلة. مش وقتك يا أختاه. مين دول؟ افتح. افتح. الامتحان من أوله؟ خذلتيني. خذلتيني. زي ما ناس كتير خذلوني. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا بنا يا صديقي نسمي هذا عين واحد، ده نسمي اللي جوه عين واحد، فاقول له يبقى عين واحد عبارة عن واحد زائد جذر 3 ت. يلا نجيب المقياس بتاع عين واحد، هيديني جذر اسمه الحقيقي تربيع زائد التخيلي تربيع تطلع باتنين. يلا نجيب السعة بتاعت العين واحد، اقول له ظا سيتا صاد على سين. شفت تان جذر 3 هلاقي ان السيتا ب60 ديجري، وبالتالي انت في الربع الاول لان السينات موجبة والصادات موجبة، فانت في الربع الاول حيث ان المقياس ب2 والسعة ب60. اذا العدد بتاع حضرتك بيساوي لام جتا سيتا زائد ت جا سيتا. بس انا مش عايز عين، انا مش عايز عين ايها الناس، انا عايز عين اس نون. يلا نجيب عين اس نون بيساوي 2 اس نون. حط الاس على المقياس واضرب الاس في السعة. نون في 60 ب60 نون ت جا 60 نون. واخد بال سيادة معاليك ان المقياس اسمه 2 اس نون وهو قايل لك ان المقياس ب8، يعني 2 اس نون ب8 يعني النون ب3، فبالتالي عين اس 3 بتساوي 2 اس 3 ب8 جتا 60 في 3 ب180 زائد ت جا 180. وعلم على الكتاب علامة تنفعك يوم القيامة. أنا عايز السعة الأساسية للعدد المركب عين، أقول له السعة الأساسية 180 درجة. بعد ما أعمل له كل اللي قدامك على السبورة دي أسمع أحلى سقفة، ويلا بينا نخش على السؤال اللي بعديه وصلى على النبي. السؤال رقم 20 بيقول لوغاريتم س زائد 5 لوغاريتم س للأساس ه الكل الأساس ه، فأوجد ميل المماس للمنحنى. يا نهار أبيض، اوجد ميل المماس للمنحنى. سهلة وبسيطة بس أنت ما تعقدش الدنيا. ميل المماس يعني المشتقة الأولى. حط الدالة تحت، حط الدالة تحت، اشتق الدالة فوق. حط الدالة تحت، اشتق الدالة فوق. حط الدالة تحت يا معايا، اشتق الدالة فوق. جدع اهو اشتقها. 1 زائد 5 اشتق دي 1 على س. يا سلام يا أسطورة، يا سلام يا أسطورة، يا سلام يا عالمي، يا سلام يا أسطورة، يا سلام يا أسطورة. يا نهار أبيض. عوض عن السين ب1، ما انت كده اشتقيت خلاص. عوض عن السين ب1، ده الشرطة 1. عوض يا أخي. 1 زائد 5 على 1 ب5. طبعا لوغاريتم الواحد ده طار لأن لوغاريتم الواحد ب0 على 1. 6 على 1 ب6. وهكذا يا صديقي في الله واخي في الله واختي في الله. انتهى النموذج الثاني من النماذج الاسترشادية الخاصة بفرع البحث في مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم في الله المهندس مصطفى صابر. أشوفكم إن شاء الله زملاء قريبين بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.